اهلا بكم في درس جديد من موقع دروس اونلاين. ان شاء الله النهارده هنتعلم ازاي تعلم نفسك انجليزي من خلال 4 أو 5 فيديوهات. هتعلم من خلالهم تبدا ازاي وتبدا منين. مشكله كبيره عند ناس كتير انه عايز يتعلم انجليزي ونفسه يتعلم انجليزي بس مش عارف يبدا منين ويبدا ازاي. خلينا متفقين ان الانجليزي هو عقده بالنسبه للناس كتيره جدا جدا جدا. وده واقع محدش يقدر ينكره. آه، مهمتي في الفيديو ده ان انا احاول اسهل لك الموضوع او ابسط لك الموضوع علشان تقدر تتخطى العقبه دي وتكتشف ان الموضوع اسهل مما تتخيل. في الاول خليني اقول لك ليه لازم تتعلم انجليزي. وبصراحه انا مش محتاج اجاوب على السؤال ده لان من السخافه انك توضح الواضح، ولكن خلينا نجاوب على السؤال. يعني على سبيل المثال لا الحصر، آه، ممكن تعلم الانجليزي شيء اساسي عشان تكمل دراستك. لو انت بتقدم في اي وظيفه وبتستلزم انك تكون متعلم انجليزي، لو انت عايز تسافر بره تعمل دبلومه ولا حاجه لازم تعدي التوفل تيست اللي هو تيست اوف انجلش از ا فورين لانجويج. ان 25% من سكان العالم بيتكلموا انجليزي، فبالتالي لو انت في اي مكان في العالم فاللغه المشتركه اللي هتقدر تكلم بها الناس هناك هي الانجليزي. لو انت عايز تتعلم حاجه اونلاين زي الجرافيك ديزاين، جرافيك انيميشن، 3 دي موديلنج، فيديو اديتنج، ايا كان الحاجه ديت، فما فيش احسن من الكورسات اللي باللغه الانجليزيه من مواقع زي ليندا والحاجات دي. لو انت عايز تاخد دبلومه اونلاين فهتكون باللغه الانجليزيه. فتعلم الانجليزي اصبح ضروره ما عادش رفاهيه، انت لازم تتعلم انجليزي غصب عنك، هتتعلم انجليزي. بعد ما وضحنا اهميه اللغه الانجليزيه هنبدا ازاي. آه عشان تبدا لازم تعرف انت فين وعايز توصل لفين. فعايز توصل لفين ديت معروفه، وهي انك تكون زي النيتيف سبيكرز، انك تتكلم الانجليزي زي الاجانب، زي كانك عايش في امريكا، كانك مولود في امريكا. طيب انت فين؟ انت فين ديت بيحددها اختبار تحديد المستوى. ممكن تعمله في اي سنتر بيدي كورس انجلش، او لو انت مش فاضي او ما عندكش وقت ممكن تعمله اونلاين من خلال موقع languagelevel.com. في مواقع كتيره جدا ممكن تعمل اختبار عليها، اختبار تحديد مستوى، لكن الموقع ده انا جربت حاجات كتير قبل ما اعمل الفيديو ده الصراحه، بس لقيت ان الموقع ده موقع ممتاز وسهل وبيديك النتيجه في ساعتها من خلال الاجابه على 20 سؤال بيقول لك انت مستواك كذا والكورس المناسب ليك هو كذا. تمام، انت دلوقتي عرفت انت فين وعايز توصل لفين. هتوصل له ازاي بقى؟ وهو ده يعني اصعب سؤال في الموضوع، والاجابه عليه معقده، ولكن احنا زي ما اتفقنا ان احنا هنفصص الموضوع بحيث انه يكون سهل وبسيط عليك انك تهضمه وتبدا في تعلم اللغه على بصيره. تعلم الانجليزي او اي لغه بيتطلب منك 3 حاجات. اول حاجه انك تتعلم الكلمات اللي هي الوردز. تاني حاجة تتعلم الجرامر أو القواعد. تالت حاجة تتعلم البرونسيشن أو الكوريكت رايت برونسيشن، النطق الصحيح للكلمات. وفي تشبيه يعني أتمنى إن هو يوضح الموضوع، هو ليه علاقة كمان بمجال شغلي. لو أنت عايز تبني أوضة أو جدار أو بيت، فأنت بتجيب طوب بترصه، وبتجيب مونة أسمنتية ما بين الطوبة والطوبة عشان تمسك في بعضها، وبعد ما بتخلص بتبيض بقى وتدهن الأوضة كده عشان يبقى شكلها جميل. لو حبينا نوقع المثال ده على اللغة الإنجليزية، فالطوب أو اللي هي البيلدينج بلوكس هي الكلمات، الطوب هي الكلمات. المونة اللي بتمسك الطوب ببعضه عشان يبقى متماسك والجدار ما يوقعش هي القواعد. والبياض بقى النهائي اللي بيخلي شكل الأوضة جميل هي الرايت برونسيشن. فأنت ما ينفعش إنك تاخد حاجة وتسيب حاجة، يعني ما ينفعش إنك تتعلم كلمات وتسيب قواعد. القواعد مهمة جدا جدا، ومش صعب على فكرة خالص، وهتشوف بعد كده في الفيديوهات اللي بعد كده ان شاء الله. لازم تتعلم قواعد عشان الكلام بتاعك يبقى مترابط ويبقى صح وبيعبر عن الزمن الصحيح والحاجة بدقة. تمام. البرونسيشن بقى، انت بنيت البيت جميل وبقى ينفع يتقعد فيه ويتعاش فيه، لكن لو لما بتبيضه وبتدهنه بيبقى منظره جميل وبيبقى احسن. فما ينفعش تاخد حاجه وتسيب حاجه، لازم تتعلم الوردز والجرامر والبرونسيشن. وهم دول ال3 حاجات اللي ان شاء الله اللي هنركز عليهم في الفيديوهات اللي جايه. يبقى المطلوب منك دلوقتي انك هتجيب ورقه وقلم وتكتب انت ليه عايز تتعلم انجليزي. ليه؟ ده الدافع اللي هيخليك تكمل. هتجيب الورقه وتكتب عليها الكلام ده ايا كان انت السبب يعني، وتحطها في جيبك، تحطها في المحفظه بتاعتك بحيث انها تكون معاك باستمرار، عشان لما تيجي تكسل تفكر نفسك انت ليه لازم تتعلم انجليزي، وما تضحيش بالمجهود اللي انت بذلته، لانك لما تيجي تبتدي تاني هتبتدي من الاول. واكيد هتروح لموقع languagelevel.com عشان تعرف مستواك فين وايه هو الكورس المناسب ليك. اتفرج، ما تنساش تتفرج على الفيديوهات اللي جايه في الوردز والجرامر والبرونسيشن.
شكرا. لو عجب الفيديو ما تنساش تعمل لايك، سبسكرايب وشير، وزورنا على موقعنا دروسonline.com. السلام عليكم.